اهو هسيبها ساعتين ترتاح وكمان تاخد في التتبيله. بعد كده هبدا ان انا اصبعها بشويه زيت كده، هدهن زيت على ايدي وابدا ان انا اصبع صباع صباع. عايزين بقى تعملوها صوابع طويله مدوره براحتكم خالص. هنا بقى هقليها في الزيت كده زي ما انتم شايفين، وشايفين متماسكه ازاي. عايزه اقول لكم ان احنا بنخطفها كده وبناكلها من غير ما نحطها لسه في الصلصه. تعالوا بقى نحطها في الصلصه. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، جميله جدا. جبت بصل قليته، حطيت عليه فصين من الثوم، بعد كده نزلت عليه بصلصه بيوري وشويه دبس رمان وطماطم مضروبه في الخلاط. بعد كده حطيت ملح وفلفل وبابريكا. انتوا ممكن تعملوها بطماطم بس احنا بنحب نحط فيها بطاطس مربعات. ميكس بقى جامد على فكره. وممكن برضو تحطوا الكفته دي في صينيه بطاطس، برضو هتبقى جامده قوي. عايزه اقول لكم بقى انها كل ما بتقعد في البطاطس بالصلصه كده بيبقى طعمها بجد بيرفكتو جدا. عايزاكم تجربوا الطريقه دي واكتبوا لي بقى التريكات بتاعتكم في الكومنتات. واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.